يا ترى ايه الحاجة اللي الستات ما يعرفوش يعملوها؟ سؤال مفاجئ، الإجابة محتاجة تفكير. احنا بقى راجعنا التاريخ وشوفنا الستات ممكن يعرفوا يعملوا ايه، وكل يوم هنعرفكم قصة واحدة كانت جديرة بلقب ست الستات. ست الستات مع ميادة توفيق على راديو كامل، محطة على المحطة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج ست الستات، البرنامج اللي هيعرفنا كل يوم بست من الستات اللي كان ليهم دور مهم جدا في حركة التاريخ المصري. النهاردة معادنا مع رائدة تعليم الفتيات في مصر، نبوية موسى. نبوية موسى فيها إصرار وتحدي، لو توزع على بلد كان كفاها. أبوها راح السودان قبل ولادتها بشهرين سنة 1886 واتقطعت أخباره بعد كده، وربها أخوها محمد اللي كان أكبر منها ب10 سنين، علمها القراية والكتابة وكمان علمها إنجليزي. لكن لما فكرت تدخل المدرسة وعمرها 13 سنة الأسرة كلها رفضت وبشدة ووقفت ضدها، وكان الموضوع منتهي تماماً. مفروض بقى خلاص على كده، اتحطمت وأملها ضاع. ما كناش هنعمل الحلقة دي عنها أصلاً، لكنها زي ما حكت لنا في كتابها التاريخي بقلمي سرقت ختم والدتها وراحت قدمت في المدرسة في السر، وكان عندها إسورة دهب باعتها ودفعت المصاريف لحد ما خدت الشهادة الابتدائية سنة 1903. وبعدين خلصت دبلوم المعلمات وتعينت معلمة في مدرسة عباس الأول الابتدائية للبنات في القاهرة. قبضت الست نبوية موسى 6 جنيه بالتمام والكمال، وده كان مبلغ كبير ساعتها يخلي الحياة زي الفل. بس هي عرفت إن الرجالة اللي بيشتغلوا معاها بيقبضوا 12 جنيه. تسكت الست نبوية؟ برضو ما كناش عملنا الحلقة دي. أمال عملت إيه؟ قدمت نبوية موسى احتجاج رسمي في وزارة المعارف ضد التفرقة دي، فتحججوا إن الرجالة دول حاصلين على شهادة البكالوريا اللي هي الثانوية العامة دلوقتي. يا ترى بقى وقتها كان في كام ست واخدة البكالوريا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة 0. أيوة، ولا واحدة اتقدمت لشهادة البكالوريا قبل نبوية موسى، لدرجة إنها لما عملت كده وزارة المعارف عملت لجنة امتحان خاصة ليها، وكانت المفاجأة إنها تنجح وتبقى أول واحدة تحصل على شهادة البكالوريا سنة 1907. طبعا الموضوع ما كانش المرتب، لا، كان الموضوع عند نبوية موسى مرتبط بالمساواة. كانت مقتنعة إن الست زي الراجل، فكان ضروري تقبض زيه بالظبط عشان تحس بالمساواة، خصوصاً بقى لو كانت متفوقة عليه، لدرجة إن كان من بين زمايلها في الدبلومة الأستاذ عباس محمود العقاد. واللطيف بقى إنه في امتحان اللغة العربية في الدبلومة نبوية موسى جابت 27 درجة، والأستاذ العقاد جاب كام؟ جاب 26 وبس. لو ما كانتش نبوية موسى عملت حاجة غير إنها أول واحدة حصلت على البكالوريا وفتحت الباب لغيرها من الستات يتعلموا، كان يكفيها. لكن لا، سنة 1909 اشتغلت نظرة للمدرسة المحمدية الابتدائية للبنات في الفيوم، وكالعادة برضو كانت أول ست تشغل منصب زي ده. وقبلها لما بدأت الجامعة الأهلية المصرية اللي هي جامعة القاهرة سنة 1908 استعانت بنبوية موسى وبملك حفني ناصف وبلبيبة هاشم لتثقيف ستات الطبقة الراقية في مصر. شاف الإنجليز إن النبوية موسى كانت خطر عليهم، نقلوها للأعمال الإدارية، فاتفرغت للمقالات اللي كانت بتنقد نظام التعليم في وزارة المعارف. راحوا مدينها أجازة مدفوعة الأجر عشان يتخلصوا منها. طبعا هي ما سكتتش، استغلت الأجازة وسافرت اسكندرية وأسست مدرسة ابتدائية حرة، وسافرت مع الوفد النسائي المصري لحضور مؤتمر المرأة العالمي في روما سنة 1923. راحوا قطعن لها الأجازة وعينوها كبيرة مفتشات في القاهرة، فبدأت تطالب إن التفتيش على مدارس البنات في مصر يكون للستات بس. ولما رفضت الوزارة كتبت الموضوع في الصحافة وعرضته على الرأي العام، وبكده وصل الطريق بينها وبين الوزارة لحيطة سد. رفضوها، مش تسكت بقى، لأ، رفعت قضية وكسبتها وخدت تعويض 5500 جنيه. تقوم عاملة إيه؟ تبني مدارس وتسميها مدارس بنات الأشراف في اسكندرية والقاهرة. كمان أصدرت نبوية موسى جريدة سمتها جريدة الفتاة، وألفت روايات وقصص ومسرحيات وشعر، وعرضت حياتها كاملة في كتاب سمته تاريخي بقلمي. وشاركت في تأسيس الاتحاد النسائي المصري وعدد تاني من الجمعيات النسائية في مصر. ماتت نبوية موسى في 30 إبريل سنة 1951 بعد مجهود جبار وعظيم،
نالت بسببه لقب رائدة تعليم الفتيات في مصر، وكان ليها فضل على كل البنات اللي اتعلمت بعدها، فكانت بالتالي جديرة بلقب ست الستات. خلصت حلقتنا النهاردة من برنامج ست الستات. كانت معاكم ميادة توفيق على راديو كامت. راديو كامت، محطة على المحطة. كنتم مع ست الستات مع ميادة توفيق على راديو كامت، محطة على المحطة. راديو كامت، محطة على المحطة.